حلويات مصرية مهدور حقها. ده الجزء الأول ودي الرواني، وهوريكم ازاي تعملوها بسكر مظبوط وطريقة مظبوطة جدا. هنحط البيض والفانيليا ومعلقتين فقط من السكر. هنضرب البيض كويس لحد ما السكر يدوب وقوام البيض يكون أبيض وكريمي كده. هيحتاج معاه تقريبا 5 دقايق ضرب متواصل. هنحط نص كوباية من الزيت ونديها ضربة سريعة، بعدين نص كوباية من الزبادي ونص كوباية من اللبن وضربة سريعة كمان، نتأكد ان كل حاجة ممتزجة كويس. جوز الهند مش اختياري ابدا في الوصفة دي، حطوا من نص كوباية لكوباية حسب ما تحبوا. كوباية واحدة من دقيق الكيك ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه من الملح. هقلبهم لحد ما الدقيق يختلط كويس، واخر حاجه هضيفها هي دقيق السميد. بنضيفها اخر حاجه لان هو ما بيحبش يتقلب كتير، مجرد ما بس يختفي وسط العجين خلاص يكون كده جاهز. اتاكدوا العبوه اللي هتجيبوها مكتوب عليها سميد مش خليط البسبوسه. هاتوا القالب اللي هتخبزوا فيه، ممكن تبطنوه بدقيق وزيت، بس انا بحب ابطنه بالسمنه، بيخلي ريحتها مفحفحه خاصه مع الرواني. حط خليط الرواني وافردوه، سووه كده هو بيبقى تقيل شويه زي البسبوسه، بعدين ادخله الفرن درجه حراره 180. هحتاج تقريبا 40 دقيقه. على طول في نفس الوقت هبتدي اجهز شربات، كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه. هسيبهم على حراره هاديه لحد ما السكر يدوب لوحده من غير تقليب، وبعدين هضيف عصير نص ليمونه. وعامه انا مش من انصار ان احنا نحط سمنه في شربات، بس الفرشه اللي دهنا بيها بيكون فيها بواقي سمنه فاستغلوها. وهنسيبها كده الشربات يغلي على نار هاديه لمده 5 دقايق وبس كده. بعد ما الرواني خدت وقتها اطلعها من الفرن. الرواني سخنه لسه طالعه حالا والشربات دافي. هحط كل كميه الشربات على الكيكه وهتلاقيها بتتشرب زي البسبوسه بالظبط. ولو ما جربتوش الرواني فهي ميكس ما بين البسبوسه والكيكه، حرفيا مع كل قطمه انتوا مش فاهمين انتوا بتاكلوا ايه، بس بتاكلوا حاجه خطيره وبس كده.